سمية لبسلية. نعم، هكذا كان اسمها. هي فتاة جاءت للدنيا لا تعرف أهلها، وليس هنالك أحد يعرف عنها أي شيء. ترعرعت ونشأت بدار للأيتام بالعلم ولاية سطيف. بعد بلوغها سن الرشد التحقت بدار العجزة لتخدم المسنين هناك، وتفانت في خدمتهم ليل نهار حتى صارت محبوبة وسطهم. سمية حين يسألها الآخرون عن حالها وحالتها كانت تجيب بكلمة واحدة: لبسلية. وصارت تلقب بسمية لبسلية. شاء القدر أن تنتقل الفتاة البريئة إلى جوار ربها ليبكيها كل من عرفها بكاء الرضيع على أمه، وتوارى الثرى